سر السعادة مش في بيتك تعالى زي ما قال حسين الجسمي. الناس كلها بتدور على السعادة وإن أنا بقى إنسان بلس هدوء وصفاء وسكينة وطمأنينة وسلام وسعادة وكل الكلام الحلو، لكن بنلاقي في الآخر إن إحنا عايشين حياتنا في فرهضة جامدة من غير سبب. عجباني قوي دراسة عملتها جامعة هارفارد، على أطول دراسة يعني عملوها مؤخرا، عملوها على مدار حوالي 80 سنة ل 724 شخص. 724 شخص دول شافوهم على مدار حياتهم سنين كتيرة في مواقف مختلفة، لدرجة ان في ناس يعني ماتت في النص، علشان يشوفوا ايه اللي بيخلي الناس دي مبسوطة او ايه اللي بيخلي الناس دي سعيدة او حياتهم على الاقل متوازنة. فلقوا ان العلاقات الصحية هي اكتر حاجة بتسبب السعادة والحياة المتوازنة. العلاقات اللي مفيش فرهضة بلا سبب، فرهضة بلا هدف. فأهم 3 حاجات في العلاقات بنعملها مع بعض مننا ليهم أو بتبقى رايحة جاية في التعاملات بتخلينا نتفرهد ونفرهد اللي حوالينا وما يعودش علينا بأي مكسب.